النص الفرخة دي ب240 جنيه. هل مطعم مضغوط دجاج الأكل عنده حلو يستاهل السعر ده ولا لأ؟ أنا أكلت الأكلة دي كتير جدا لما كنت في السعودية، واشتغلت فترة كام شهر كده في مطعم بيعمل أنواع الكبسة من ضمنهم طبعا المضغوط. فالنهارده رحت أجرب المضغوط هناك عامل إزاي، ورحت بعد الفطار طبعا عشان أبعد عن الزحمة، فرحت تقريبا الساعة 10. طلبت المضغوط الأوريجينال العادي، لقيت كمان عندهم شيبسي بالفراخ والجمبري والملوخية، فطلبت واحد بالفراخ وواحد بالملوخية. الأكل وصل على طول، مخدش وقت، بينزل في علبة المضغوط التيك أواي دي، ومعاه دقوس وسلطة زبادي ورز بلبن. بعد كده هو من نفسه جاب لي صينية وحط فيها الأكل، وفي بعض الترابيزات نزل الأكل كده في العلبة التيكاوية على طول من غير صينية، وبعض الترابيزات بالصينية، فمش عارف بقى النظام إيه. المضغوط في أغلب المطاعم بيبقى أغلى من باقي الأصناف، يعني نص فرخة المضغوط بيبقى أغلى من نص الفرخة الشواية أو المندي وهكذا. وفي 90% من المطاعم بتتباع بالنص فرخة، ما بيتباعش رباع. كمية الرز كمان في المضغوط بتبقى في مطاعم كتير أقل من الرز اللي بيجي مع باقي أنواع الفراخ، لان في باقي الانواع انت بتغرف الرز من حله كبيره، اما في المضغوط انت محكوم بكميه الرز اللي موجوده في حله الضغط. يعني مثلا لو بيعمل في حله بتشيل فرختين اللي هم 4 انصاص، كميه الرز هتتقسم على 4. كمان الكميه ما بتبقاش متساويه في اغلب الاحيان، يعني انا نزل لي طبق هنا كميه الرز فيه ما كانت اقل من كميه الرز اللي نزلت لترابيزات تانية، ولكن ما زالت كميه الرز كبيره بالنسبه لكل المطاعم هنا في مصر بيقدموا الوجبات بكميه رز قليله قوي. اما بالنسبه للمطاعم في السعوديه فيعتبر الرز قليل. انا في رايي ان المضغوط من اصعب انواع الفراخ ان هي تتعمل، لان اي حاجه مش مظبوطه في الفراخ من زفاره مثلا بتبان جدا، لان الفراخ والرز بيستوي في نفس الحله. الاكله دي السر بتاعها في البهارات، فهي اكله فيها بهارات كتير. ده المضغوط التقليدي. في بعض المطاعم بتعمل شكل تاني من المضغوط اللي هو بيبقى الرز الاحمر. الرز بيبقى لونه افتح من كده ومايل للون الاحمر من الطماطم والصلصه اللي بتحط له، وبتضاف عليه قطع بطاطس واوقات قطع كوسه كمان، بتبقى خطيره برضو الستايل ده في المضغوط. المهم المضغوط ده طعمه كانك بتاكل مضغوط في السعوديه، لكن مش اقوى مضغوط ممكن تاكله هناك. البهارات فيه كانت زياده شويه عن الطبيعي في رايي. حجم الفراخ صغير، وهي الفراخ اللي بتستخدم في الاكله دي بتبقى صغيره نسبيا. الفراخ نظيفه ما فيهاش زفاره، والرز المستخدم حبه طويله، فدي حاجه كويسه. لكن هنا في حاجه ناقصه عشان التجربه دي تكمل. لو انت عامل الستايل السعودي بالالوان اللون الاخضر، فكمل جميلك بقى وقدم على ترابيزات شطه زي دي. انا طبعا جايبها معايا. وفي السعوديه مفيش مطعم، وخصوصا مطاعم الكبسه، الا وبيقدم الشطه دي مع الاكل ومن غير فلوس زياده طبعا. بشكل عام مضغوط حلو ظريف. الشيبسي بالفراخ حلو، اللي بالملوخيه غريب بس فعلا واصلين لطعم الملوخيه شويه. الدقوس مش اقوى حاجه. الرز بلبن كان عندهم خطير، وانا ماليش كده ولا كده في سلطه الزبادي. بس دي تجربه مضغوط دجاج. قولوا لنا رايكم في الكميه والسعر في التعليقات. سلام.